السلام عليكم. فيديو النهاردة فعلا فيديو مميز خالص، هنعمله فيه اوفر واجمل بسبوسة ممكن تعمليها. فلو البسبوسة بتبوظ منك او بتفشل معاكي بعد الفيديو ده هتكوني استاذة فيها. هقولك على كل التفاصيل اللي ممكن تكون غايبة عنك بتخلي البسبوسة بتاعتك تبوظ منك او تفشل، وهقولك ازاي البسبوسة تشرب العسل، وكمان هقولك ازاي تطلع معاكي طرية وناجحة 100%. وكمان لو اول مرة تدخل المطبخ هتطلع معاكي كمان ناجحة 100%. بس لو اول مرة تشوفيني ياريت تكملي معايا الفيديو للاخر وما تنسيش اللايك. معاكي بولة او حلة هتنزلي فيهم بمج ونص من اللبن، والمج اللي تشتغلي بيه ما تغيرش. معانا مج ونص من اللبن، عليهم مجين من السكر، اي سكر موجود معاكي في المطبخ. من السمنة حطيت في كل مج الا ربع من السمنة، يعني كل مج فيه مج الا ربع من السمنة. سمنة بلدي سمنة صناعي كمان عايزة تخلطيهم. هتحط عليهم 4 معالق من عسل الكلوكوز، هتنزل عليهم نقطتين 3 من الفانيليا السايلة. هتقلبيهم كويس خالص وهترفعيهم على النار. لما ترفعيهم على النار هتحطيهم على درجة حرارة هادية، يعني ما تعليش البوتاجاز، لا تعليه ولا توطيه، هتبقى هادية خالص. هتقلبيهم كويس خالص مع بعضيهم. احنا عايزين بس الخليط يدوب يدوب. لما خلاص الخليط يدوب معاك وعسل الكلوكوز والسكر خلاص ما يبقولوش اثر، نزليهم خلاص من على البوتاجاز. ولازم قبل ما تحطي فيهم البسبوسه لازم تتاكدي ان هم يعني لا دافيين ولا سخنين، يكونوا بردوا خالص. عشان لو حطيتي عليها البسبوسه وهي سخنه، الخليط بتاعك سخن، هتبوظ منك البسبوسه وهتنشف وما تشربش الشربات. انا عامله كيلو من البسبوسه، لو انت عايزه تعملي نص كيلو من البسبوسه هتمشي على نفس الخطوات. قللي المقادير اللي احنا عاملينها، وتتاكدي ان البسبوسه بتاعتك كويسه، يعني تكون حبيبات ما يكونش فيها اي دقيق. لو فيها دقيق يبقى خلاص ما تستخدميهاش. هتحطي الخليط وهتقلبيه كويس، ولما تلاقيه خلاص البسبوسه ما بتحبش انك انت تقلبي فيها كتير، يعني مجرد خلاص ما تختلط بالسوائل بتاعتنا خلاص ما تقلبيش فيها تاني، يعني تقلبتين 3 كده تمتزج بالخليط اللي احنا حاطينه بالسوائل. خلاص ترفع ايدك كده خلاص هتطلع معاكي ناجحه. بس انت تتبعي الخطوات اللي انا هقولك عليها ان شاء الله هتطلع معاكي ناجحه. طبعا هتجيبي الصينيه بتاعتك وهتدهنيها بالسمنه البلدي. السمنه البلدي بتبقى طعمها حلو خالص في البسبوسه، يعني لو قدرت انك انت تستخدمي المقادير اللي انا قلت لك عليها سمنه بلدي تبقى بصراحه طعمها عسل. هتنزلي الخليط بتاعك في الصينيه وهتدبسيها كده بالمعلقه، او ممكن اي حاجه وتبليه كده ميه وتبداي تساوي البسبوسه بتاعك. بعد ما تسويها هتخبطيها خبطتين 3 كده في الرخام عشان تتسوى كويس خالص. طبعا قبل ما تدخليها الفرن هتدخليها الفرن طبعا على درجة حرارة عالية عشان البسبوسة عايزة النار العالي. وبعد ما بعد ما تدخليها الفرن على درجة حرارة عالية تهدي النار تخليها وسط. هتقعد معاكي بصي من ساعة لساعة ل10. طبعا التزيين ده براحتك، عايزة تحطي عليها، انا حطيت عليها لوز، عايزة تحطي عليها فول سوداني، عايزة تحطي عليها اي مكسرات انت بتحبيها وبتفضليها حطيها عليها. انا اللوز حسيت ان هو يبقى احلى فيها فانا حطيت له. لو لسه مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما تنسيش اللايك وما تنسيش تصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ودي بعد ما عدى عليها ربع ساعه من دخولها الفرن. هعمل شربات البسبوسه. حطيت 3 مجات من السكر، اول حاجه حطيت مج وبعدين هتحطي مج تاني، يعني 3 مجات من السكر. يعني الخلاصه بتاعت الشربات اللي هنعمله النهارده 3 مجات من السكر و3 مجات من الميه. الشربات بتاع البسبوسه وبيبقى خفيف ما بيبقاش تخين، يعني يدوب كده تحطيهم. حطيت فيهم كده معلقه من عسل الكلوكوز، يدوب يغلوا غلبتين. هتحط فيهم كده عصرة ليمونه وهتطفي عليهم طوال. شربات البسبوسه بيبقى خفيف خالص مش محتاج ان هو يغلي كتير، يعني يدوب غلوتين 3 على البوتاجاز وهتطفي عليه على طول. هتطلع البسبوسة سخنة من الفرن والشربات هيكون سخن، هتسقيها على طول عشان لو خلتيها بردت ما تشربش الشربات بتاعها. يبقى الشربات سخن والبسبوسة سخنة، هتطلع على طول من الفرن هتسقيها بالشربات. هتشرب الشربات، كل ما تشرب شربات تديها هتشرب الشربات بتاعك كله. اللهم صل على النبي. بصوا منظر البسبوسة عامل ازاي ما شاء الله. يعني شرب الشربات بتاعها وكانت طرية بصراحة. جربيها تطلع معاكي ناجحة من اول مرة، حتى لو اول مرة تعمليها ان شاء الله هتطلع معاكي ناجحة. ان شاء الله هعمل معاكم وصفات تانية حلوة خالص، ولو اي حاجة عايزين نعملها لكم اكتبولي في التعليقات ان شاء الله ونعملها مع بعضين. كل سنة وانتم طيبين. بس يا ريت كده لو عجبك الفيديو تعملي لايك للفيديو
وتشتركي في القناة، وإن شاء الله أشوفكم على وصفات تانية أحلى وأحلى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.